يا مساء الخير على احلى متابعين. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. رجعت لكم تاني بالوصفه الجميله دي. طبعا بما ان الشتاء خلاص دخل واللفت نزل في الاسواق، انا جايباه طبعا من السوق. هعمل لكم النهارده الوصفه بتاعه تخليل اللفت. هنجيب اللفت بتاعنا ونغسله كويس جدا وننضفه. طبعا دي اهم حاجه يا جماعه. بعد ما نغسله ننضفه من اي بقى حاجات اللي هي بتبقى في الجناب دي، بتبقى حاجات زي شعر وحاجات زي كده. المواصفات يا حبايبي بتاعه اللفتايه لازم تكون تقيله عشان ما تكونش مخوخه من جوه. وبما ان اللفت لسه نازل فطبعا هو اللفت دلوقتي حلو جدا. احلى وقت لشراء اللفت يعتبر دلوقتي. اللفتايه تكون صغيره زي ما انتم شايفين، دي من الوصفات اللي هي الحلوه لللفتايه. انا قطعت اللفت بالقطاعه الحلوه دي، جميله جدا، بتدي شكل حلو قوي. وزي ما انتم شايفين عامله طبعا كل المقاسات واحده، ما تكونش واحده تخينه واحده رفيعه. القطاعه مديها شكل جميل قوي زي ما انتم شايفين اهو. انا يا دوبك بس قطعت الكميه دي وهوريكم ازاي اللفتايه تتقطع بالشكل ده. هنجيب لفتايه وهنقطعها طرنشات بس ما تكونش خفيفه قوي بالسكينه كده اهو. انا بصراحه بحب اقطعها كده اهو. وبعدين هنجيب القطاعه بتاعتنا. انا هوريكم نموذج واحد بس عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. هنقطعها بالشكل ده اهو، اهي كده كده. لا هي تخينه قوي ولا هي رفيعه. في حته مثلا باي عامله زي كده نروح مطلعينها ما نخليهاش اهو زي ما انتم شايفين. بص اللفتايه جميله جدا ومن جوه مش شايخه ولا مخوخه ولا اي حاجه، ناشفه هارت. هنحطها طبعا كده اهوت وهنكمل الكميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللفت جميل جدا في الشتاء، بينفع مع الاكل ناكله اهو. بس كده نكمل دي اول حاجه عملناها. هكمل انا الكميه بس حابه اوريكم بقى طبعا هنعمل ايه بعد حبايبي ما قطعنا اللفت بتاعنا زي ما انتم شايفين كده بالقطاعه اللي هي بتشرشر، اللي يبقى زي الطرش اللي هو الجاهز يعني. في قطاعه اللي احنا قطعنا بيها هنرش معلقتين كده بس او 3 معالق على اللفت بتاعنا عشان خاطر طبعا يدبل وما ياخدش مساحه في البرطمان بتاعنا. هنعمل نفس الحكايه في الطبق الثاني اهو، عشان حبه قليلين كفايه معلقتين. كل طبق طبعا هنقلبه كده بالشكل ده عشان الملح يحصل كله اهو. وهنركنه بس 3-4 ساعات كده اهوت لحد ما يدبل خالص ويشرب من الملح ده. ولما نيجي نعمل المحلول الملحي بتاعنا نراعي طبعا يا جماعه ان احنا ايه حاطين ملح، لان احنا مش هنغسل اللفت بتاعنا من الملح، هنخليه زي ما هو كده. هنصفي الميه بتاعته بس اللي هتنزل من الملح طبعا واللفت. هنعمل الثانيه بنفس الشكل اهو. بس هنركنهم على الرخامه كده لحد ما يدبلوا 3-4 ساعات ونرجع نشوف الخطوه اللي بعد كده. دلوقتي حبايبي بعد ما اللفت بتاعنا عدى عليه 3-4 ساعات كده، بص نزل الميه ازاي. بصوا من الميه دي طبعا مش هنستعملها، هندلقها او مش هنحطها يعني مع اللفت بتاعنا. معانا لتر من الميه. هنحط الميه دي يا جماعه عاديه خالص من الحنفيه. هنحط عليه دلوقتي عشان طبعا اللفت بتاعنا عليه ملح، رشيناه عليه ملح فمش هنزود الملح قوي. هنحط عليه 3 معالق من الملح، ما نملهمش قوي يعني، ومعلقه من السكر. وهنجيب ربع كوبايه من الخل. دلوقتي حبايبي هنحط الخل بتاعنا الربع كوبايه اهو، نحطها عليها برضو. هنقلب المكونات كلها مع بعض كويس جدا لحد ما الملح بتاعنا يدوب. دلوقتي هنبتدي نحط اللفت بتاعنا اهو. معانا البرطمان طبعا متعقم ومغسول كويس جدا. هنبتدي نحط اللفت بتاعنا اهو. حابين تحطوا معاه فلفل برضو، كل واحد حسب راحته يا جماعه. انا مقطعه حبه فلفل برضو، احنا بنحب الفلفل مع اللفت بيبقى طعمه جميل قوي.
ادي طبقه كده من اللفت. اهم حاجه ندوس عليه كده كويس قوي. هنحط برده معانا الفلفل بتاعنا الاخضر ده، مقطعينه حتت صغيره يعني مش كبيره قوي، بنقسمها نصين. هنحط حبه فلفل اهو، كم قرن فلفل كده في النص، ونكمل برده باللفت. عندنا بقى البنجرايه بتاعتنا حتت صغيره كده هنقطعها اهي. بنجرايه يا جماعه انا كنت حطاها في الفريزر، لو عندكم فريش تحطوا برده، بس ما نكترش البنجر عشان ما يديش لون جامد قوي يبقى شكله مش حلو. هنحط كده بسيط خالص كام قطعه، وهنكمل برده باللفت تاني اهو. اهم حاجه ندوس عليه كده كويس قوي. كام قرن فلفل برضو. هنعمل كده برضو يعني ايه، طبقة من اللفت وطبقة من الفلفل، وحتى بنجر صغيرة خالص يا جماعة عشان اللون بتاعه يبقى حلو كده، ما يبقاش ايه غامق قوي، يبقى اللون اللي هو اللون الوردي الجميل ده. هكمل انا حبايبي البرطمان، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل مع بعض ايه. بعد حبايبي ما عبينا البرطمان بتاعنا بندوس عليه كده كويس قوي. اهم حاجه ما يبقاش فيه فراغات في البرطمان بتاعنا عشان اللفت بتاعنا ما يبقاش حلو اهو. ندوس عليه كده كويس قوي، لان طبعا هو مش هيهبط تاني، لان احنا حاطين عليه الملح زي ما انا قلت لكم، فالملح هبط او دبل اللفت بتاعنا، فمش هيهبط ولا هيدبل تاني. هو كده خلاص مش هيحتاج حتى ان احنا نزوده. معانا الميه اللي قلت لكم عليها اللي هي الملح والخل ومعلقه السكر هنحطها. لو عايز ده طبعا لتر ميه زي ما قلت لكم، لو عايز هنعمل لتر تاني ونكمل البرطمان بتاعنا. هكمل انا هعمل لتر تاني ونشوف مع بعض هنعمل. زودت دلوقتي لتر تاني من الميه، وحطيت عليه ربع كوبايه الخل ومعلقه السكر وثلاث معالق ملح. بصوا اللون بقى اللفت بتاعنا يبقى جميل ازاي باذن الله، يبقى اللون اللي هو الوردي الجميل ده مش غامق. اهم حاجه اللفت طبعا يبقى متغطي بالميه. معانا الغطا عشان بلاستيك، مش لازم يا جماعه نحط كيس ولا اي حاجه، لان الغطا مش هيصدي ولا اي حاجه. اهم حاجه بس الغطا يبقى مقفول كويس قوي اهو كده. بصوا محكم وكله تمام كده حبايبي. خلصنا الوصفه بتاعتنا زي ما انتم شايفين الجمال ده. لونه حلو جدا، وهيطلع باذن الله لاخر واحده تاكلوها في البرطمان تكون مقرمشه، مش هيطرى معانا ولا هيتهري ولا اي حاجه. اتمنى حبايبي الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب، واقول لكم سلام، باي باي.